نأخذ ما يعرضه علينا جميعا. هل هو استخفاف بآرائهم حول مصالح الشعب العربي في سوريا؟ هل هو عدم شعور بالكارثة التي حدثت في سوريا من الأسلحة الروسية؟ ألا يجوز له وهو كان صاحب اختيار طريق جنيف 1 وجنيف 2 لحل المشكلة السورية، ألا يحق لنا أن نسأله كيف يمكن أن يدعو لهذا الحل السلمي وفي نفس الوقت يستمر في دعم النظام السوري وهو بدعمه أحد الطرفين، مع أنه النظام فقد شرعيته وفقد كل ما لديه من اتصالات بالعالم المتحول. آمل سيدي الرئيس أن يصحح الخطاب. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراولة ياخد فراولة، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. ربنا يخليه لنا. انا سكران